يقول لك هذا في طالب بالجامعة على قد حاله ومكافأته 800 ريال ما تكفيه. انه انسان فيه خير ويخاف الله ويحب الخير. شوف والله كيف يكتب الرزق. انا بقى اوخر هالدجاجات واجلس بفضل هنيه واسولف لكم. المهم يقول انا كل اجازه اروح بالديره عند اهلي. على هوينك ما انا قايل لك. يقول كل اجازه اروح بالديره عند اهلي. يقول واروح يوم من الايام اتمشى والقى هكا عجيز عندها مواعزه، عندها غنيمات تسرح فيه. يقول واجي اسلم عليها. سلمت عليها وجلست اسولف معاها. اقول عجوز عمرها فوق ال70. الوكاد يقول جازت لها سوالف وجازت لي سوالفها. عندها شوي واروح كم يوم وارجع للجامعه هنيه بالرياض. يقول يوم جت الاجازه الثانيه واروح اتمشى واذكر عجوز واجي وعرفتني واسلم عليها. قال عن قصتها. وش قصتك؟ قالت والله لا عندي لا عيال ولا اخوان، مقطوعه من الشجره. عندها غرفه بلك. يقول يوم جيت بمشي قلت طيب يا جده تبين خدمت بشيء، تبين شيء نفس بشيء اجيبه؟ قالت والله يا وليدي مالي نفس الا بحاجه واحده. قال امري تذللي. قالت ما حجيت ودي احج اسقط فرضي. يقول انا فقير ما عندي شيء. قلت ابشري. قالت لكن يا وليدي ما اقدر احج الا بمحرم وكذا. يقول والله بروح واسال لي شيخ. قلت في عجوز كذا 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 ودي انها تحج وش الحل؟ يقول قال الشيخ اعقد عليها، اكتب ملك عليها وانت تصير محرم، حججها بعدين طلقها. قمت اضحك ما دخلت الفكره براسي. يقول اجي واعلمها. قلت والله الشيخ قال ما في الا كذا كذا. يقول قالت هو صادق اعقد علي. المهم كبرت الفكره براسي. قلت بحقق امنياتها والله واعقد عليها واتزوجها. كتب كتاب بس ولا اجر عند الله ولا ما ارجي من وراها شيء. يقول والله يوم جاء الحج واقول اخذها. يقول راح احج وتدعي لي من رحنا لين جينا. يقول خلصنا الحج وجيت نزلتها عند غنامتها عند غرفها بلك ولياسه بس. قلت لها يا جده خلاص الحين بطلعت من ذمتي. قالت يا وليدي ما انت خسران شيء ولا بمنك شيء، خلني تحفظ الرجال بس. يقول خليتها ما طلقتها. وكاد يقول واروح الرياض وكمل دراستي. طولت والله ما ادري كم شهر. يقول يوم رجعت الديره وتذكرها. يقول واروح مكانه يا ما في احد، والغنم والمعزه ما في احد. يقول في قريه هناك بعيد عنهم بويتات. يقول واروح اسالهم. يقول والله واسالهم قالوا ايه العجوز اللي هناك. يقول ايه. قالوا تقريبا قبل شهر ونص تعبت ومرضت وماتت ودفناها وبعنا الغنيمه وتصدقنا بها عنها. قال ماتت الله يرحمها ويبيح منها. تذكر يوم وديها الحج وتذكر ويرجع الغرفه حقتها. يجي الغرفه ما بها الا قطعه فرشه والحي في بالي وبطانيه ومخده. ويناظر بزاويه الغرفه ويلقى التجوري الصندوق هذا زي هذا هو اللي طلع عين السالفه زي كذا ومغبر وحالته حاله ولا ينفتح زين. الوكاد حاول به فتح التجوري يلقى به مدخنه قديمه، يلقى به الشرشف، يلقى به اغراض واغراض العجيز. هذا المرش حق الطيب وهذا اللي كانت تحط بسمن وغريضاتها. يلقى له كويس كذا يفتحه الا فيه ورقه مربوطه بحبل كذا. قال وشها ورقه. ويجي عنده ورقه ويفتحها ويلقى بها كلام. هذا انا كاتب من عندي، هذا حسابي بالسناب لان كثير مقاطع لي تنتشر بدون حسابي. هذا حسابي بالسناب SGS 44. المهم ورقه طلعت صك ارض. فتح الصك ناظر به والله ياخذه ويروح مكتب عقاري. عند المكتب العقاري قال يا جماعه الخير الصك هذا شوفوا الارض اللي به. دور مخطط قال لي هذه ارض على شارعين وارض تجاريه ولا يعرفون من صاحبها. البنيان كلها قامت بس الارض هذه. قال كم تسوى بالسوق الحين؟ ويطقطق الحاسبه ومساحتها. قال يعني
تقريبا الحين تسوى لها 6-7 مليون. قال ايش؟ حسبه ب 250 ريال هو. صدق خبر اخذ هذا وعلى طول وعلى المحكمة وخلص اوراق، لان ما في وريث الا هو الزوج. شوف الله كيف ساق له الرزق على نيتها الصالحة. الله يخلص اوراقه، طلع راح المكتب بعدي بيستغله، يوم عرضها بالسوق و8 مليون ونص هو يبيعها ويتصدق العجوز ويبني لها مسجد والباقي. امي دايم تقول لي بيتين، تقول كيف اشتحن وانقل همي، واللي خلقني هو ولابي، اللي يبغى الرزق من يمي لازم يسوي له اسبابي، ربك اذا بغى يرزقك ما في شيء يرده. ويطنطخ الطالب ويفتح له تجاره، والله يفتح له ابواب الرزق على نيته الصالحه ويعين خير. عاد انتم يا اخواني اللي يشوف له عجيز مو عندها مويعزه ولا عندها ما تدري رزقك وين، لا تحقرنا صغيره من الجبال ملحصه. عاد انا شفت التجوري طلعت علي السالفه.